يلا بقى اكلات المدارس والاكلات السريعة علشان ولادنا وعلشان خاطر الست اللي بتشتغل تلاقي حاجة سريعة تنفع سندوتشات وتنفع مع المكرونة، تنفع مع الرز، كل حالاتها بتنفع. يلا بس على طول نبتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل وصفة الشيش طاووق التحفة الدايبة الجميلة اللي تتاكل في الغداء وتتاكل في العشاء وكمان في الفطار بأسهل إمكانياته موجودة عندك في البيت. معايا بصل بودر، توم بودر، باربيكيا، معلقة من الصويا صوص، معلقة من العسل، نص ليمونة، معلقة كبيرة من الخل، زبداية اللي هو الزبادي البلدي، وقطعت كده قطع من البصل، وطبعا ملح وشطة وكاري، وكمان شوية من بهارات الفراخ. وحطيت الفراخ بتاعتي اللي انا مقطعاها قطع حسب ال السمك اللي انت عاوزاه، ودخلتها في علبة كده وسبتها تتركن عمالة ما اعمل المكرونة. وبليت كده عصاية الشيش طاووق، وابتديت ان انا اجيب الفراخ بتاعتي بعد ما اتبلت واحطها كده في الاسياخ. احط قطع من الفراخ ومعاها قطع من البصل اللي هو جوه التتبيله، انا مقطعاه كبير علشان ياخد النكهه بتاعه التتبيله، وفي نفس الوقت ريحه البصل بتبقى جميله جدا جدا في التتبيله ديت. اهو عملت العصايات بتاعه الشيش طاووق. يلا بقى نحطها. بصوا جمال الالوان وحلاوتها بجد تحفه. هاتي الجريل بتاعتك، حطي فيها كده معلقتين من زيت الذره او زيت عباد شمس او اي زيت موجود عندك يكون نظيف، وان شاء الله لو زيت زيتون برضو هينفع معانا في الوصفه دي. وابتديت ان انا اجيب اللي هو بقى العصايات الشيش طاووق واحطها على الجريل بتاعتي واسيبها كده تاخد الصدمه بتاعتها، لان انا مش هنزل ميه زي ما انتم شايفين. الزبادي ده بيساعد الفراخ بتاعتي ان هي تستوي وتستوي بسهوله. حطيت كده الكميه بتاعتي كلها، سبتها كده حوالي 10 دقايق على الوش الاول وغطيت عليها، وبعدين 10 دقايق على الوش التاني. حطيت كده بطاطس تتحط على النار مع المكرونه، ونزلت باقي الصوص اللي كان نازل من التتبيله على عصاية الشيش طاووق. وزي ما قلت لكم هنسيبها 10 دقايق كده. في بصوا كده، ما شاء الله لا قوة الا بالله، بعد 10 دقايق وش اول و10 دقايق وش تاني ظهرت معايا باجود واحسن حاجه. بتمنى النهارده وصفتي تكون عجبتكم، متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.